اما نيجي نتكلم بقى عن واحد من اهم الملوك على الاطلاق وهو الملك سنفرو، وده اللي عمل اول هرم كامل في التاريخ وصاحب الانتقال الحقيقي ما بين الهرم المدرج للهرم الكامل. نيجي نبص عندنا حاجات عجيبة، ان الاهرامات الثلاثة مختلفين في الشكل عن بعض. زي مثلا هرم ميدوم هتلاقي شكله عامل كده، والهرم التاني الهرم المنحني او الهرم المنكسر هتلاقي حاله عامل كده. اما بقى بالنسبة للهرم الثالث فهو اول هرم كامل في التاريخ وهو الهرم الاحمر. مدخل الاهرامات الثلاثة بقى مختلف. ازاي؟ الهرم الاولاني من الناحية الشمال ومرفوع عن سطح الارض بشوية حلوين. تيجي على الهرم التاني اللي هو الهرم ميدوم الاولاني ده، الهرم التاني الهرم المنكسر ده عمل له مدخلين. وكانت حاجه غريبه بالنسبه لي ان احنا نلاقي مدخلين لهرم واحد، واحد الناحيه الشماليه وواحد تاني الناحيه الغربيه. نيجي على الهرم الاحمر عملوا برضه الناحيه الشماليه بس خلاه مرتفع شويتين عن سطح الارض. بالنسبه للممرات اللي جوه الهرم تقريبا واحده، هتخش تلاقي كله، تخش اول ما تخش المدخل تلاقي نفسك نازل لتحت، تدخل تلاقي نفسك نازل لتحت لحد ما توصل لغرف الدفن براحتك. حافظ على اكلك، على فلوسك، على تاريخك. مع الشيف ابو مصطفى ناكل ونتعلم، كل حكايه وراها سر. تابعني. التشابه الوحيد بقى اللي لقيناه في الثلاث اهرامات ان حضرتك هتبص تلاقي ان غرفه الدفن في الثلاث اهرامات شكل بعض، سواء مين؟ سواء الهرم بتاع ميدوم او الهرم المنكسر او الهرم الكامل الاول في التاريخ وهو الهرم الاحمر. المهندس بتاع الثلاث اهرامات ما قدرش يستغنى عن الشكل المميز لغرف الدفن ديت التي لم تتكرر ثانية في التاريخ، اللي السقف بتاعها عامل كأنه سلم مقلوب او كأنه هرم مدرج. ده من داخل غرفة الدفن للملك سنفرو في الثلاث اهرامات، هرم ميدوم والهرم المنكسر والهرم الاحمر في دهشور. نلقاكم سالمين ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم.